خلينا نناقشوا. برهان لو تسمح لي، هاي حب نقول علاش برهان بسيس على كل لسان اليوم في تونس. زوز اعتبارات. الأولى أنه برهان بسيس ملسن متكلماني وحجاجي، معناها حجته على طرف اللسان نتاعو، هذا ما ينكره حد على فكرة. الحاجة الثانية أنه من القلاء البرهان بسيس اللي بقى مع بن علي في ضيقته، من القلاء، واللي كما يقولوا بالتونسي حلوا خناقه إعلاميا. وبرهان بسيس وقف مع بن علي وقت الدم ينزف، وقت الكرتوش يخيط، كان برهان بسيس يصيح ويقول النظام في تونس نظام قوي، والنظام هو سليل دولة وطنية من 56. برهان بسيس وقف مع القاتل بن علي محكوم عليه بطلطان من أجل قتل الشهداء. تعرف برهان قال لك من أعان مسلما على، أو من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، ولو بشطر كلمة، جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. اليوم برهان بسيس يهمه اليوم ولا؟ اليوم برهان بسيس يخدم في قناة نسمة، قناة فرشة السجاد الأحمر للباجي قايد سبسي، الأب الجديد للتوانسة. السلامية في استقباله، كدنا نسمع سيد لسياد. من بعدها يعقد برهان بسيس حوارا مع الباجي، أنا نرى أنه حوار على كارت. من بعدها يعمل حوار مع قايد سبسي جونيور السيد حافظ قايد سبسي، وهو كذلك حوار على كارت. أنا نقول حسيت اللي برهان بسيس عاود دخل ضمن بطانة أو حاشية الحكام جدد. السؤال الأول، ما خافش برهان بسيس أن يلدغ من نفس الجحر مرتين؟ السؤال الثاني، سيادتك في ناس نسمة وسيادتك لقاء مع البرنامج هذا استهدفتم زياد كريشان ورجعتم للماضي، وقت اللي انقد زياد كريشان حافظ قايد سبسي وتحدث في جريدة المغرب عن التوريث، سيادتك في ناس نسمة ذكرتوه بالمدحيات لعماد الطرابلسي. السؤال الثاني، انسى برهان بسيس أن بيته من زجاج؟ هذا هو مزوز. واضح. أنا فرحان برشا الكلام اللي قاله شكيب، لأنه باش يحيينا الأجواء باهي. خلنا اسمح لي باش نعمقها شوية. نبدأ في علاقة بالباساج نتاع الجزيرة لو 12 جانفيي اللي أنا متمسك فيه بكل ما قلته إلى الآن، بما فيها أن النظام قوي سليل دولة وطنية ولا يسقط. شكيب يؤسفني يقول لك أن النظام لم يسقط وأنت تعرف ذلك، وهناك من يتحدث عن ثورة مضادة ومنظومة لا زالت تحكم إلى الآن. وبعد الثورة تسببت في هذا أنت، لأنه ما سميتهمش زملائك اللي قلت ما سميتهمش برهان، لأن المسائل معناها سببت في هذا. شكيب لأن المسائل ماهيش قضية سياسة، راهو لأن المسائل أعمق من أن تكون سياسية وسطحية. مش نعطيك للقاتل، أعمق من الحديث النبوي اللي قلته أنت حول مصير من يساند القاتل في الآخرة. التاريخ معقد يا شكيب وفيه برشا مخاتلة، وخذ عندك هذا. لما قامت الفتنة الكبرى مش ما بين بن علي ومعارضته هذه، رد بالك، ما بين علي وما أدراك هناك، ومعه قيمة صحابة الصحابة النجوم اللي يقال أن أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وهنا قامت عليها السنة النبوية. ومن غاديك معاوية ومع صحابة الصحابة، وكان عمار بن ياسر اللي تعرفوه الأولاد إذا كان ثقافتكم واحد تذكروه في السينما اللي حاطين عليه الحجرة. عمار بن ياسر من آل ياسر مبشرين بالجنة. في حديث يقول فيه الرسول أن سيأتي يوم ستقتله، أن عمار ستقتله الفئة الباغية، الفئة الباغية. وعمار وقتها كان يقاتل مع علي ضد معاوية، والتقى الجيشين في صفين، فكانت ليلة الهزير الأكبر ماتوا فيها 20,000. وشكون مات منهم؟ عمار بن ياسر يقاتل مع علي ضد معاوية. معاوية مشى يقولوا للناس، قالوا له يا أمير المؤمنين معاوية لقد قتلنا عمار بن ياسر وقد قال عنه رسول الله أن سيأتي يوم ستقتله الفئة الباغية. معاوية ايش قال له؟ قال له قتله من أخرجه إلى هذه الحرب. عاود مشكي من جديد. مفهوم القاتل مفهوم نسبي يا شكيب. شكون قال لك اللي قتل وقتها في الثورة هو نظام بن علي؟ شكون قال لك اللي الشباب هذوك
اللي حرضهم وقال لهم اخرجوا، وقال لهم راكم كي تقلبوا نظام باش تتحل لكم الابواب الجنه عسكريه برهان، حكم محكمة عسكرية. لا تعرفوا حكم المحكمة العسكرية ايش فيه؟ تعرفوا حكم المحكمة العسكرية ايش فيه؟ برا كل القيادات الأمنية اللي موجودة. وأدان بن علي هذا يأكد نزاهته على فكرة. لا يأكد نزاهته، يأكد نزاهته، يأكد نزاهته. القتل لو عنده مشكلة مع النظام القديم والثارات راهو أدانهم الناس هذول. أدان بن علي يا شكيب، قضية القتل قضية نسبية، قضية القتل قضية نسبية. خلينا من تفاصيلها القانونيه اللي تجري. شوف المرحله التاريخيه هذيك. حاسك تبرر بن علي باش تبرر روحك. لا انا من وقتها، انا من 12 جانفي، انا من 12 جانفي، رد بالك. انا يقولوا انت شهداء 12 جانفي، مستحيل. انا قلت الناس اللي خرجت هم ضحايا خطاب تضليلي. قالوا لهم اهبطوا وتعرضوا للكرتوش وراهو بلدكم باش يولي اجمل. فاذا بلدهم، اسمعني شكيب، فاذا بلدهم ما اصبحش اجمل، ولكن الاهم من ذلك ما نحبش نضرب على الجرح على اهالي القصريين بعد الثوره. ما نحبش يا شكيب، راك مدلل بعد الثوره. يا شكيب اسمح لي، مدللاتك الثوره راه. لا رد بالك، صدقني اللي حصلته انت وغنمته بعد الثوره ما غنمتوش وقت بن علي. راه برهان راه اسمعني هذا فضل الثوره عليك. راه لا عاتيزين شو يزينه. ثم تو تحلت السوق حره وكل واحد بفضل موهبته وبفضل كفاءته. هذا هو ما قلتش انا بديت حديثي. لا كلمني حد ولا كذا، ما قلت بن علي، ما قلت بن علي، ولكن موهبتك ما كرمهاش بن علي. اسمح لي شكيب، خلينا نواصل هذه مهمه. ارجوك شعتاك بن علي، شعتاك بن علي. ارجوك شكيب، رد بالك. راك رميت لي قنبله كبيره نتاع القاتل ومن يناصر القاتل. هذا عليه ما لازمناش نمروا عليها. شوف ليبيا اليوم تحتفل ب 17 فبراير. في ليبيا قاتل ومقتول، وانا اليوم افهم انك غير قادر ان تحدد من هو القاتل ومن هو المقتول في ليبيا، ومن مكانه جهنم ومن مكانه الجنه في ليبيا. لأن تعرف التجارب اللي عرفناها نحن من 2011 اليوم يكثر الحديث حولها. ما نجمش نقول هذاك على حق وهذاك على باطل، راهي اختلطت الأوراق. راهي الأوراق هاك. تشوف اليوم منطقتنا العربية ايش صاير فيها. في اليمن اللي خرجوا كيف في الميادين بشعارات نفس الحرية اللي خرجنا بها في تونس. اغزر اليمن وين؟ اغزر سوريا وين؟ اغزر ليبيا 17 فبراير اللي عباد نادمين وصلوا على معمر القذافي. في قناتنا الصديقة الجنوبية تعرض في كلام معمر في خطابه وكأنه يتنبأ، يقول بنغازي تحكيوا عليها، بنغازي ستذهب إلى الدمار، الأطلسي سيأتيكم، منابع نفطكم سكذا. هذا أنا بالنسبة لي في 2011 هناك عوامل عديدة لعبت فيها الداخلي ولكن فيها ايضا الكثير من الخارجي. لكن انا شكيب ما نحبش نبقى هناك. انا نعتبر على زياد كريشان، على زياد كريشان، انا نعتبر على زياد كريشان، انا نعتبر اللي هو على زياد كريشان، لانه حديث برهان حديث جميل جدا، ولكن فما مسافه بينه وبين الواقع. قلت ما نرجعوش الماضي، ما نفتحوش ملفات، وانت رجعت مع زياد كريشان. مع زياد كريشان رجعت. انا برهان ما عرفتكش وقت تحكي على زياد كريشان. في ناس نسمع قلت السيد هذايا في الرياليتي يمدح ويثني على عماد الترابيزه. سيادتك قلته بحضورك تقال الكلام هذايا. شكيب اعذر لي، نحب نوضح لك مساله شكليه بخصوص ناس نسمه. انا ما قلتوش الشيء هذا، هو جاء في فقره اسمها نات نسمه نتاع زميلي امين المتيراوي. انا ما قلتوش، مش معناه نتبرى منه، مش معناه نتبرى منه. تحت مسؤوليتك. انا ما دخلتش في الدبا من النوع هذا. انا في حرج. لا انا اشفقت عليك وقتها برهان. لا لانك في حرج كبير. مع السيد يتوجه لك يقول لك نظام قديم يحكي مع برهان سيد. ارجوك شكيب، رانا زاد في قناه نسمه لسنا الملائكه ندافعوا على رواحنا. في وقت من الاوقات الاذاعه الخاصه اللي يتكلم فيها سي زياد كريشان، كل ما يتعمل حاجه في ناس نسمع، كل ما تعملوا قناه نسمع حاجه ونسمعوا القصف بمختلف اشكاله بالصحيح بالغلط. هذه قناه تدافع على نفسها زاده. وكما قلت لي انت الكلام لي انا نقول لك انا في السياق هذايا، من كان بيته من زجاج لا يرمي الاخرين بالحجاره. انا مثلا ما ينجمش يجي حد نبدا عارف واش كان واش ما كانش معاه يبدا يعطيني في الدروس في الثورجيه. انا نفهمها من حد تعذب، من حد دفع حياته سجون، من حد دفع حياته مضايقات، نعمل له القبعه نتاعي هكا. اما ما يجيش حد يعطيني بالمنطق الثوري وهو كان في الضفه الاخرى وقتها لاباس عليه. كان نذكره في بالك كلمه بركه توفيق بن بريك.